ما كان تشيز، مكرونة بصوص الجبنة، بس أنا حاملة على شكل صينية بشاميل. طعمها حلو جدا، لذيذة وخطواتها بسيطة، ما حتاخد معانا وقت. يلا نشوف طريقة تحضيرها. أول حاجة حنجهز لصوص الجبنة شوية زيت، زي فنجان بتاع زيت في حلتنا. بعد كده حنضيف ملعقتين من الدقيق كبيرة. حنعمل نفس خطوات البشاميل، حنحمص الدقيق في الزيت لمدة دقيقة دقيقة ونص كده عشان طعمه ما يظهر معانا في الصوص بعدين. أول ما يتحمص الدقيق كويس كده حاضيف مكعب بتاع ماجي، والناس اللي عايزة تستبدل الماجي حتضيف شوية ملح وفلفل أسود، توم بودرة وبصل بودرة. حندوب مكعب الماجي مع الدقيق والزيت. أول ما يدوب معايا بعد كده حاضيف شوية من الكركم، سنة بس، ونقلب الكركم. وحاضيف كوبايتين كبيرة من الحليب. بعد كده تقليب مستمر لغاية ما يتقل معايا الحليب ده بالطريقة دي ويتعامل زي صوص البشاميل. الخطوة الأخيرة حاضيف جبنة شيدر مبشورة وجبنة موزاريلا مبشورة. الشيدر تكون أكتر من الموزاريلا عشان طعم الشيدر أصلا أقوى ويدينا الطعم الأحلى. حندوبهم مع بعض كويس كده. أول ما يدوب الأجبان حنطفي النار. حاضيف مكرونة أنا سالقاها زي 3/4 كيس. بعد كده حقلب المكرونة مع الصوص، ولغاية هنا الماكن تشيز الأصلية كده خلاص انتهت. يعني ممكن كده ونقدمها طوالي وهي ساخنة وتتاكل. طعمها رهيب جدا طبعا زي ما قلت لكم لغاية هنا، وممكن نكتفي بالوصفة. بس هنعمل حاجة أخيرة لو عايزين، هنزلها في صينية بتاعت فرن وحاضيف لها ميكس بتاع أجبان، نفس الأجبان اللي أنا خديتها اللي هي شيدر مع موزاريلا، وحديها رشة بتاعت أوريجانو اللي هو الزعتر المجفف من فوق، بديها نكهة حلوة جدا. وبعد كده أدخلها فرن على الشواية بس من فوق لغاية ما تدوب معايا الجبنة وتتحمر. وده شكلها النهائي. جربوها ومع السلامة، في أمان الله.